اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد في قناة فن الوصفة والطبخ والأمومة. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كب كيك بالبرتقال. في الشتاء البرتقال متوفر كتير وسعره مش غالي خالص. فحابين ان احنا ندخله في وصفة مفيدة جدا للأطفال، مكوناتها كلها مفيدة. ينفع يتحط في اللانش بوكس للمدرسة، ينفع في الفطار بعد الظهر مع كوباية شاي. حلو جدا وسهل جدا وبدون استعمال خلاط. الاول هنجيب الصينيه بتاعتنا، صينيه الكب كيك، وهنحط فيها قوالب الكب كيك اللي هي ورق الزبده او السيليكون. المكونات بتاعتنا 2 بيضه بدرجه حراره الغرفه، وكيس فانيليا، نص كوبايه من السكر البودره او السكر الناعم، كوبايه من البرتقال الفريش عصير طبعا، كوباية و3/4 دقيق، معلقة صغيرة بيكنج باودر، نص كوباية زيت، ومعلقتين كبار من برش البرتقال. هنجيب بولة ونحط فيها البيضتين ونضربهم كويس جدا بالمضرب اليدوي العادي بالشكل ده. لحد ما البيض يتضرب كويس جدا. احنا كل خطوة بنعملها هنضرب بالمضرب كل المكونات مع بعض كويس جدا، لان احنا مش مستعملين خلاط، فلازم كل شوية نتأكد ان كل المكونات متجانسة مع بعض. دلوقتي هنحط الفانيليا البودر، ومفيش مشكلة لو فانيليا سايلة، ونص كوباية السكر. ده السكر هنا ناعم بس مش بودر. ممكن لو السكر اللي عندكم خشن ممكن نضربه في الخلاط في الكبة، انما هنا السكر عندي ناعم شوية فمش محتاج ان احوله لبودر. وهقلب كويس جدا جدا لحد ما السكر يدوب تماما او شبه داب. بعد كده هبدأ احط عصير البرتقال الفريش، يفضل طبعا ان يكون فريش لان القيمة الغذائية عالية اكتر من العصير المعلب. وهنحط برش البرتقال. البرتقال اللي بنعصره ده برش برتقانتين، فالبرتقال بناخد البرش بتاعه الطبقة اللي لونها برتقاني من بره، ما بندخلش ابدا على اللون الطبقة التانية اللي لونها ابيض. احنا بناخد الطبقة اللي لونها برتقاني من بره او اصفر. ده حوالي بشر برتقانتين. بعد ما اخدت البرش بتاعهم عصرتهم علشان ما هدرش يعني في البرتقال. هحط بعد كده الزيت، زيت ذرة او اي زيت نباتي، لكن يفضل زيت ذرة. وهقلب كويس جدا جدا مع بعض. هجيب الدقيق بتاعي، طبعا لازم انخله بأي منخل متوفر عندك انت متعودة عليه. هننخل اول كوباية معانا، وبعد كده هحط عليها معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهقلب كويس جدا لحد ما يكونش فيه كلاكيع او تكتلات دقيق. اتقلب كويس جدا معانا بالشكل ده. بعد كده هبدأ احط بقية الدقيق بتاعي، وبرضو لازم انخله لان ده بيساعد انه يكون الكب كيك بتاعي داخله هواء واسفنجي معايا وهش، فلازم نمشي على الخطوات دي. ممكن لو مش متوفر عندي اي منخل باي شكل من الاشكال ممكن بالمصفى، لو عندي المصفى ممكن استعملها عادي جدا. وهقلب كويس جدا علشان ما يكونش فيه اي دقيق في الجوانب او من تحت او في تكتلات. لازم اقلب كويس جدا جدا. وبيكون قوامه مش تخين ومش سايل قوي، بيكون بالشكل ده.
ده القوام المظبوط بتاعه علشان المقادير مظبوطة. طبعا انا حبيت ان انا ابين المعيار الكوباية اللي انا بستخدمها علشان تعرفوا المعيار الكوباية، لان ممكن في ناس تفتكر كوباية شاي او انهي كوباية ما تعرفش، فانا حبيت اطلع الكوباية اللي انا مستخدماها. دلوقتي هنجيب مغرفة او اي معلقة كبيرة عندك ممكن تستعمليها، وهنبدأ نحط في ورق الزبدة بتاعنا قوالب الكب كيك. مش هنملاها على الاخر، يعني 3/4 الكب كده، ما تكونش مليانة للاخر لان لسه هتنفنش معانا، فمحتاجين ان احنا نسيب لها شوية مساحة. وهنكمل لحد ما نخلص كل الكمية بتاعتنا. الكمية اللي انا عاملاها دي المعيار ده بيكفي صينية الكب كيك كلها بالظبط، ما بيزيدش حاجة، علشان نكون عارفين احنا هنعمل قد ايه وهيفيد. طب اللي هيفيد هنحطه في انهي صينية، فهو بالظبط عمل صينية الكب كيك كلها. طبعا وارد جدا يقع مننا نقط من خليط الكيك، ما ينفعش خالص يدخل الفرن ان هيتحرق، فلازم بورق منديل مطبخ نشيله نتخلص منه علشان ما يتحرقش، واوقات بيطلع ريحة الحرق فبيأثر على الكب كيك بتاعنا اثناء الخبز. بعد كده بدخله على فرن درجة حرارتها 180 درجة. طبعا من قبل ما بنبدأ خالص بنكون مشغلين الفرن، يعني لازم لما ادخله الفرن تكون درجة الفرن محققة 180 درجة. بسيبه حوالي 20 دقيقة. بعد كده ببدأ ابص عليه بعد 20 دقيقة، وما بياخدش وقت خالص، من 20 ل25 دقيقة. بختبره بسكينة او بخلة سنان، لو طلعت فاضية يبقى خلاص استوى معايا. يا رب تكون وصفة النهاردة عجبتكم، ولو عجبتكم متنسوش تعملوا سبسكرايب او اشتراك للقناة، وتفعلوا علامة الجرس بالضغط عليها، ولايك وشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس ويقدروا يستفيدوا بيه. باي باي.